كيبدا الفيلم بواحد الولد سميتو لين سخون الكتاف ديال الكونغ فو. الحلم ديالو هو يولي بطل خارق ويحارب الاشرار، حيت ما كيلقاش الاشرار في ارض الواقع، ديما محمق موبا في الدار والاساتذه محمقون في المدرسه. داكشي علاش اي مدرسه دخلوا ليها ما كيطورش فيها وكيجريو عليه. قيدوه في واحد المدرسه في امريكا، وفي واحد النهار جا المدير ديال المدرسه عند والديه كيتشكى ليهم من ولدهم وقال لهم ولدكم ضربني وطير لي السنه. المهم با فكر مزيان وقرر يرجعوا للصين عند عمو ايوان اللي خدام استاذ ديال الموسيقى تما، واتفقوا معاه باش يسجلوا في المدرسه اللي كيقري فيها باش يبقى راد ليه البال. مور شي ايامات قطعوا ليه الطياره باش يصيفطوه للصين، ومنين وصل عمو تعطل عليه حيت كان جاي في الطريق وتلاقى الاستاذه ان اللي خدامه معاه. حيت كتعجبو ما قدرش يخليها في الطريق وقال لها طلعي نوصلك. وان طلعات ومع جاي ديماري الطوموبيل لقاها خسرات، وهي تنزل خدات الطاكسي حيت كانت معطله. ولين تا هو خرج من المطار ولقى الطاكسي اللي وصلوا دار عمو. وفي نفس الوقت في المطار كنشوفوا واحد البنت سميتها ليزا وهازه باليزا وغتكون خدامه مع واحد العصابه. جا واحد من وراها وسرقها ليها من يدها وهرب من المطار، وما يخرج غير فلين اللي كان واقف حدا الطاكسي. ولين غير شافو عرفوا شفار وبدا تابعو. الشفار عيا والبروج ديال لين والو ما عياش. الشفار قال لين هاك الفلوس ما تبقاش تابعني. ولين قال ليه لا انا بغيت الباليزه اللي سرقتي. في هذا الوقت عمو ايوان مشى للمطار وكيقلب عليه، ومنين ما لقاش خاف عليه وبدا كيوري صورته للناس اللي يكون شافوا شي حد تما. اما لين مازال واقف مع الشفار ما بغاش يدير معاه شي حل. وهنا الشفار قال ليه حل واحد هو يضربو، ولكن لين مترينيش باع فيه عصا وخدا منه الباليزه. وفاش حلها لقى فيها ارنب خداه ومشى من تما، ولكن طاح منه التليفون في الارض. ومشى عند مول الطاكسي خدا منه تليفونه باش يصوني على البوليس ويعطيهم الارنب اللي كان مسروق. ولكن الضابط ما تيقوش وقال هذا غير شي دري صغير كيتفلى. ولين في هاد اللحظه خدا معاه الارنب وركب في الطاكسي يمشي لدار عمو. فاش وصل الليل رجع ايوان للدار، ومع وصل للباب سمع تقرقيب لداخل. صحاب لي شي شفار دخل للدار ومشى للشرجم ودخل بشويه باش ما يسمعوش. هز مقلوه مع بغا يضربو دار عنده ولقاه ولد خوه، وحتى لين غيحس بلي ورا شي حد دار عنده ضربو برجليه النيف هرسوا ليه. امور الاستقبال اللي بدا بضربه للنيف جلسوا كيهضروا. ايوان قال لولد خوه ديك الساعه غير علمني بلي انت في الدار، راه ما خليتش فين قلبت عليك. لين قال ليه بلي طاح ليه التليفون، ولكن ما قال ليه والو على الشفار اللي تلاقى بيه ولا على الارنب. نمشيو عند البنت ليزا اللي مشات هي والصديق ديالها شانغ عند رئيس العصابه ديالهم. طلبوا منه السماحه حيت ضيعوا الباليزه ووعدوه غادي يرجعوها. والرئيس قال لهم الا ما رجعتوهاش غادي تموتوا بجوج بكم. الغد ليه ايوان خدا لين المدرسه اللي خدام فيها، ومنين دخلوا تلاقاو بالاستاذه ان وعرفها عليه. وحتى لين شاف بنت سميتها زينه ومشى يتعرف عليها، ولكن من اللي عيط عليه عمو خافت ومشات للقسم. ولين دخل القسم وتعرف على الزملاء اللي معاه وقال لهم انا بطل خارق، ومشى جلس حدا زينه. منين خرجت الاستاذه من القسم جاو شي دراري كيتنمروا عليه وبدا الصداع في القسم. الاستاذه سمعت الصداع وهي ترجع للقسم ولقات كلشي جالس. فاش خرجوا للساحه تلاقاو ليه دوك الدراري وقالوا ليه خاصك تركع للقائد ديالنا اللي سميتو بينك. لين ما بغاش وقال لهم غادي نلعبوا كومبا ديال الكونغ فو اللي خسر خاصو يركع للثاني، ووافقوا على الراي ديالو. من بعد مشاو لقاعه الرياضه ديال المدرسه وتجمعوا التلاميذ كاملين وبدا لين والدراري كيعرضوا المهارات ديالهم، وكلهم دازوا مزيان حتى لهاد اللحظه. غايبدا القتال بين لين والقائد ديال دوك الدراري اللي كان حتى هو طياره، ولكن لين دار ليه واحد اللعيبه ما عرف شنو سميتها وغلبوا. وهنا دخلوا عنده الدراري كبر منه حيت طيح القائد ديالهم، وحتى هما بدا تيخلط فيهم لين وطيحهم واحد بالواحد. المهم الدراري ديال المدرسه صوتوا عليه باش يولي هو القائد ديالهم جديد، ولكن بشرط اللي هو خاصو يغلب استاذ الكونغ فو اللي سميتو مان. نمشيو دابا عند ليزا وشانغ، بقاو كيقلبوا حتى لقاو الشفار اللي سرق الباليزه وهددوه باش يرجعها لهم ولا يقتلوه. وقال لهم تبعني دري صغير وضربني وخداها ليا، ولكن طيح تليفون حدايا وعطى ليهم التليفون وشافوا تصويرتو فيه ومشاو يقلبوا عليه. نرجعوا للمدرسه كنشوفوا الاستاذ مان في الملعب ديال الباسكيت عنده حصه مع شي قسم، وشاف ايوان كيتمشى مع الاستاذه ان في الساحه، وحيت حتى هو معجب بها جاتو الغيره وطاحت عليه فكره وعيط عليهم وقال لهم اجوا تلعبوا معنا باش نشجعوا التلاميذ ديال كره السله. وغير دخلوا للملعب بدا كيرمي الكره وكيجيبها بالعاني في ايوان. المهم شبع فيه عصا غير ضد فيه، وشافوا لين من الفوق وما عجبوش يشوف عمو في ذاك الموقف وقرر ينتقم ليه. منين كان ايوان كيتغدى في قاعه الاكل جات عنده ان وسولاتو كيف بقى. شويه جا عندهم لين جلس معاهم وقال لها عمي كيبغيك ديري معاه شي حل وعيشوا في سعاده. وهنا دخل الاستاذ مان وشافهم مقابطين تعصب وقال ايوان هادشي ما خصوش يدار في المدرسه قدام الدراري صغار. حشمات وما عجباش الحال وناضت مقلقه. من بعد لين كانت عندهم حصه ديال كونغ فو مع الاستاذ مان، غير دخلوا جا عنده لين معصب وقال ليه انا كنتحداك في كومبا. والاستاذ ما تسوقش ليه، ولكن لين بقى كيستفز فيه وكيقول ليه خايف لا نربحك ياك. والاستاذ اقتنع وقال ليه يلا زيد نشوفوا هاد الكومبا ديالك. حيت الاستاذ حقرو وقال هذا غير دري صغير غنديرو في خبيز. ربط يديه مورا ظهرو وقال ليه ما غنخدمش معاك بيدي. بدات الكومبا والاستاذ غمق عليه في الاول، ولكن لين ما كيتسرطش بدا عليه كوش ضربه حتى طيحوا الارض. والاستاذ ما رضاش وقال ليه غلبتيني غير حيت رابط يدي، وبغى يعاود معاه جوله بيديه مطلوقين. قال ليه لين سير على الله انا معاك. بداو الكومبا وغلبوا لين عاوتاني، وكانت زينه
زينه حاضره وعجبها الحال ملي شافتو غلبو جوج مرات. والاستاذ حس بالشمته ومشى كيتشكى بين المدير وعمو وقال لهم باللي لين عنيف وغفلني وضربني في حصه تدريب. المهم مور هاد الفوضى اللي دار خرج برا ديال المدرسه وتلاقى بزينه وعطاتو لصقه باش يدير على الجرح اللي في يدو، ووراها الارنب اللي خداها عند الشفار وهي غير شافتو عجبها وطلبت منه يخلي عندها يومين وتردوا ليه، ولين خلاه ليها. وزينه غير مشات جاو شي داري كيقراو معاه وطلبوا منه يولي هو القائد ديالهم ويعلمهم الكونغ فو. لين وافق وقال لهم غادي نسميو الفريق ديالنا ولاد الكونغ فو. في نفس الوقت لي زاو شانغ لقاو دار ايوان وعرفوا بلي ساكن معاه لين ودخلوا ليها كيقلبوا على الباليزه، وحيت العصابه قالت لهم بلي الباليزه فيها حيوان وما قالتش لهم اين حيوان بالضبط. بقاو كيقلبوا حتى لقاو الباليزه وحدها فكرون صحاب ليهم هو الحيوان اللي باغيين، وعلى نيتهم مساكن خداوهم مشاو لمقر العصابه. رئيس العصابه غير شاف الفكرون ضحك وقال لهم انا راه باغي ارنب، وضرب شانغ طيحوا وعيط على رجالو جاو ضربوهم. وقال شانغ غادي نخلي عندي ليزا راهينه والا ما جبتيش الارنب غادي نقتلها. في الليل كان لين وعمو كيتعشاو في المطعم وقال ليه عمو داك الاستاذ ما نحش مآن بديك الهضره قدام الناس وخلاها ما مرتاحاش. غد ليه لين خدا الرساله ديال التحدي للاستاذ مان على اساس من طرف ايوان وكتب فيها باللي من لهنا 3 ايام غتكون كومبا بينو وبين ايوان واللي ربح فيهم غادي يتزوج بالاستاذه ان. هنا الاستاذ مان حقر ايوان ووافق على التحدي. نهار التحدي جا مان واجد وكيتسنى في ايوان وتما دخل ليه لين وقال لي انا اللي غادي نتقاتل معاك، يعني هو اللي كتب ليه الرساله ماشي ايوان، وقال ليه الا ربحتك غادي تبعد من ان وتخليها لعمي. مان ما قبلش التحدي وبغى يمشي بحاله، ولكن لين بقى تابعو وطيحوا في الارض وكيخشي ليه في الكروشيات حتى طاح ليه البيروك اللي كان داير. وهنا دخلت عليهم ان وشافت البيروك طايح في الارض وحداه الرساله، وفاش قراتها يحسب ليها ايوان اللي كتبها وغير دخل عندهم بقات كتغوت عليه وقالت ليه درتيني لعبه وكتحارب باش تشوفوا شكون اللي غيربحني. موراها مشات مقلقه وفاش خرجوا برا كانت الشتا بزاف. ايوان بدا تيغوت على لين حيت كيخدم راسو وخرج عليه دابا. لين تقلق من عمو وخلاه واقف ومشى كيجري. تبعو ايوان كيقلب عليه ولكن ما لقاش. شويه عيطات عليه ان وقالت ليه ايوان رجع عندي مريض ودابا راه ناس. في هذا الوقت شانغ رجع للدار كيقلب على الارنب ديال ايوان في القناه ديال الدار ولكن ما لقاش وكان خايف بزاف لا يقتلوا صديقته ليزا. في النهار الثاني مشى ان ولين وزينه للسبيطار يشوفوا الاستاذ مان كيف بقى. دخلوا لين وزينه الاستقبال باش يسولوا على الغرفه ديالو وتما شافوا في الجورنال الارنب اللي كان لقاه وكاتبين في المقال باللي هذا الارنب من فاصله نادره وكيتعتبر معجزه طبيه حيت به كيقدروا يصايبوا الدويات اللي غادي تعتق الناس، وكاتبين ان هذا الارنب حاليا سرقته شي عصابه. منين خرجوا من السبيطار لين وزينه قالوا الاستاذه باللي الارنب كاين عندهم وقالت لهم يلا نديو للبوليس. غير حطوا رجلهم في الشارع تلاقى ليهم شانغ وبدا تيرغب لين يعطوهم الارنب حيت صديقته غادي يقتلوها، ولكن لين ما بغاش يسمع ليه. وهنا وقفت عليهم طوموبيل ديال العصابه ونزلوا منها بزاف ديال الرجال خداو زينه وان وطلعوهم للطوموبيل وقالوا لين الا بغيتي صحابك يبقاو عايشين جيب لينا الارنب. وهنا خلاو مع شي رجال منهم يضربوه ولكن هو ضربهم كاملين وبغى يتبع الطوموبيل ولكن مشات عليه ومشى عند عمو عاود ليه القصه كلها. وعمو دا للسوق وخداو ارنب عادي وقصدوا البلاصه اللي دارت معاهم العصابه وبغاو يعطيوهم المزور. وصلوا للبلاصه وفاش دخلوا لقاو رئيس العصابه كيتسناهم. الرئيس قال لين واش جبتي لي الارنب ديالي؟ رد عليه لين عطيني صحابي هما الاولين. والرئيس لقاهم ولين عطاه الارنب ولكن من قلبوا عرفوا ارنب عادي وقال للرجال ديالو شدوهم. فاش تبعوهم قدروا يشدوا ان وهي قالت لهم هربوا من هنا وما ترجعوش ليا. وفعلا لين وزينه هربوا من العصابه وفاش خرجوا برا قال لهم عمهم سيروا هربوا انا غادي نتكلف بيهم. وفاش وصلوا عنده رجال العصابه ما عرف ما يدير وشدوهم الخو عصا. اما الاولاد خرجوا برا وقال لين زينه سيري هربي وعلمي البوليس وانا غادي نرجع نعتق عمي وان. منين رجع لين لقى عمو والاستاذ علقوهم في حبل من الفوق. ايوان قال هذه هي الاخرى ليا واعترف ليها باللي كيبغيها وحتى هي اعترفت ليه وطلبت منه يغني ليها. اما لين تحت منهم مدوره العصابه وقال لي الرئيس من الاحسن تجيب لي الارنب الاصلي. رد عليه لين ما غاديش نعطيه لك يلا شنو في جهدك ما دير. تما جمعوا عليه العصابه كاملين ولكن ما يقد عليه غير اللي خلقوا غلبهم كاملين وخلاهم منشورين تما. رئيس العصابه ملي شافوا دار هاد الحاله لرجالو تعصب وخدا الموس وبغى يقطع الحبل اللي شادهم. هنا تفرقعت شي حاجه تما وخرجوا الدراري ديال الكونغ فو الاستاذ مان وجاو باش يعاونوا القائد ديالهم ودوروا الرجال ديال العصابه. الاستاذ مان كيضرب بيدو وحده وحتى رئيس العصابه كيدافع على راسو من البراش وفيما دور وجهو كيخرج ليه برهوش. فاش ما لقى حتى حل قطع الحبل اللي شد ايوان وان. فاش سالوا المضاربه جاو البوليس شدوا رئيس العصابه وعطاوهم الارنب الاصلي ودخلوا كيقلبوا على ايوان وان ولقاوهم طاحوا فوق القوادس ونجاو من الموت حيت ما طاحوش على الارض. ومورشيه ما داروا حفله في المدرسه وغنى فيها ايوان الان. اما لين اولاد الكونغ فو داروا الاستعراض ديالهم وهذا الشيء احتفالا بالنصر ديالهم على العصابه. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.